مشاهدينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم، كل عام وأنتم بخير. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الشعب الإريتري يستقبل العام الجديد بتفاؤل وسعادة كبيرة. إعلان عن بدء بناء المساكن في أراضي الطيسة بأرياف الإقليم الأوسط. دعوة لتحسين المجاري التحويلية في القاش بركة. ترامب يهدد طهران بدفع ثمن باهظ وسط إرسال تعزيزات أمريكية إلى الشرق الأوسط. زعيم كوريا الشمالية يعد بسلاح استراتيجي جديد ويترك مجالا للحوار. رئيسة بوليفيا تعلن طرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين أسبانيين. مرحبا بكم للعناوين إلى التفاصيل. استقبل الشعب الإريتري عام 2020 بتفاؤل وسعادة كبيرة، متمنيا بأن يكون هذا العام عام سلام وازدهار. وأوضح المحتفلون لوكالة إيرينا بأن الشعب الإريتري تصدى بقوة للتحديات وانتقل إلى عهد مفعم بالأمل والرخاء، معربين عن ثقتهم في انتقال البلاد إلى مرحلة يعمها الازدهار بالوحدة والعمل. من ناحية أخرى، نظم مساء أمس في قاعة سينما روما حفلا فنيا بمناسبة وداع العام 2019 واستقبال العام 2020. وأحيت الحفل الذي نظم بالتعاون بين مفوضية الثقافة والرياضة ووزارة الدفاع وبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية فرقتي والتا وميراس الفنيتين. وأشار مدير مكتب اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيد تسفاي برهي إلى أهمية مضمون العرض الفني، كما قدم تهانيه الحارة للشعب الإريتري وقوات دفاعه بهذه المناسبة. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط في الاجتماع التقييمي الذي عقدته يومي 30 و31 من ديسمبر المنصرم عن بدء بناء مساكن أراضي الطيسة الموزعة مسبقا في مديريات بريخ وقال النفحي وسرجقة هذا العام. وأوضح المدير العام لقسم التنمية المعمارية المهندس أسفاء ألم والميكيل أن أعمال البناء ستبدأ في الأراضي المخططة بمراقبة خبراء قسم البناء. وقدمت في الاجتماع تقارير عن أنشطة أقسام إدارة الإقليم في العام المنصرم وخطة عمل العام 2020. وتناولت التقارير الأعمال الزراعية المنفذة والإنتاج الزراعي والحيواني ونسب الزيادة والنقصان، وأوضحت عن تطعيم أكثر من 99% من الشباب ضد مرض السحائي وتسيير أنشطة مكافحة الملاريا. وأوصى الاجتماع بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة المياه والاهتمام بمجاري الصرف الصحي التي جهزت منذ فترة طويلة ولم يتم تغطيتها، وحل مشكلة المواصلات. وقال حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي في ختام الاجتماع بأن إدارة الإقليم ستعمل بالتركيز على الأولويات، مؤكدا استعدادهم لحل مشكلات المواطنين هذا العام. طالب سكان مديرية حقات بسد نواقص مستشفى حقات الأهلي حتى يقدم خدمات متكاملة للمواطنين مع الوضع في الاعتبار الكثافة السكانية بالمديرية. وأوضح مستخدم المستشفى عن وجود نقص في الدواء وعدم وجود سيارة للإسعاف، مؤكدين استعدادهم للإيفاء بالمتطلبات. وقال مدير المستشفى الممرض تسفى ألم قبر أملاخ بأن النواقص يتم حلها حسب الأولويات داعيا لتوفير المعدات الطبية. ويقدم هذا المستشفى الذي يعمل به 19 من الكوادر الصحية و47 عاملا خدمات تشخيص الأمراض والتحاليل الطبية وطب العيون والتطعيم ورعاية الأمومة والطفولة والإسعافات الأولية لسكان المديرية وبعض أجزاء إقليم القاش بركة. وأفادت المعلومات الواردة من هناك بأن تطعيم ضد مرض السحائي بلغ في مديرية حقات 97%، أما تقديم فيتامين A فقد بلغ نسبته 98%، ويجري العمل الآن لتطعيم الرعاة في الريف النائي. دعا الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة بارنتو للقيام بإصلاحات بنيوية أساسية في المجاري التحويلية للسيول والتي عجزت عن تقديم الخدمات المرجوة في إقليم القاش بركة. وأوضح مسؤول قسم النباتات في الإقليم السيد جيتوم هيلي ميكيل عن وجود 35 من المجاري التحويلية التي شيدت في السنوات 28 الماضية، وكذا بعض السدود التي تعاني نقصا في البنى التحتية والهندسية بسبب الأضرار الطبيعية. وأشارت الدراسة المقدمة بشأن الأوضاع الحالية للمجاري التحويلية إلى صرف مبلغ حوالي 148 مليون نقفة لبناء المجاري التحويلية، منها مجاري أنغوليت ودريسا وعشنكيت ومقرايب وشدة وبرها ترى، وأن قدرتها التنموية تبلغ أكثر من 7500 هكتار، لكنها تنمي حاليا مساحة لا تتجاوز 2000 هكتار. وقال حاكم إقليم القاش بركة السيد أبرهة قرزة بأن المجاري التحويلية ورغم النواقص التي تعاني منها إلا أنها ساهمت في تطوير الزراعة المروية وتعريف المزارعين بالزراعة الحديثة، داعيا إلى مساهمة جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية في جهود إصلاح النواقص وتطوير إنتاجيتها.
ودعا الاجتماع لإدارة المجاري التحويلية بالمهنيين الزراعيين وحل المشكلات الهندسية في المجاري وإكمال المجاري التي لم تنتهي أعمال البنى التحتية فيها والقيام بعدد من البحوث والدراسات الإضافية حولها. عقد قائد شرطة الإقليم الجنوبية العقيد ميكائيل تخليع سمينارا تنويريا لطلاب كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بعدقية حول القانون، وأوضح مهام ورسالة الشرطة بخصوص مكافحة الجريمة وتقديم الجناح أمام القانون وإحلال السلم والأمن الأهلي، داعيا الطلاب للابتعاد عن الجريمة والمخالفات والتعاون مع الشرطة للحفاظ على الأمن والسلم وتوقي الحذر من الحوادث المرورية. كما ناشدهم بضرورة التركيز في التعليم لبلوغ على المراتب التعليمية. وفي ذات السياق عقدت شرطة المرور في الإقليم الأوسط وجمعية السلامة المرورية سمينارا للتعريف بالاستخدام السليم للطرق لا سيما من قبل الشباب. وأوضح مسؤول شرطة المرور في الإقليم الأوسط العقيد تاداس برهاني ورئيس جمعية السلامة المرورية السيد ستيفانوس هبت مريم في السمينار الذي عقد بمنطقة عرب ربوع لأصحاب الدراجات الهوائية وأولياء الأمور بأن على جميع أصحاب الدراجات والسيارات احترام قوانين المرور، كما أن على المشاة توقي الحيطة والحذر عند عبور الطريق للحد من الحوادث المرورية. قامت قرى برادة ديما وهرات والحازين بضاحية قدم الحازين في مديرية فرو بأنشطة فاعلة لإصحاح البيئة. أوضح مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة في المناسبة التي جرت في 30 من ديسمبر بأن الإنجاز الذي تحقق يعتبر نتاج الحملة التي نفذت منذ شهر فبراير العام 2019، مؤشرا إلى تنفيذ 20 قرية من قرى المديرية برامجها المتعلقة بإصحاح البيئة. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية فرع ممرض مرهاوي حدقو عن تنفيذ أعمال مشهودة في السنوات العشر الماضية، معربا عن ثقته في التنفيذ البرنامج بالكامل حتى نهاية العام 2020. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني في السها بأن مبادرة هذه القرى تعكس الوعي المتنامي في مجال إصحاح البيئة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. تفضل. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران قائلا أنها ستدفع ثمنا باهظا بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأمريكية في العراق. وكان ترامب قد اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية قائلا عبر تويتر أن إيران دبرت هجوما ضد السفارة الأمريكية في العراق وستتحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل، داعيا العراق إلى استخدام قواته لحماية السفارة. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد أن البنتاغون سيرسل فورا حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط ردا على الأحداث الأخيرة في العراق، ويتبع هؤلاء الجنود 750 إلى وحدة استجابة سريعة من الفرقة 82 المحمولة جوا. وقد تعرضت سفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجوم شنه عناصر من الحشد الشعبي، وأظهر الصور ومقاطع فيديو بأن المعتدون كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي للميليشيات العراقية، من بينها كتائب حزب الله العراقية ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق. ذكرت وسائل إعلام رسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم مواصلة تطوير برامج نووية واستحداث سلاح استراتيجي جديد في المستقبل القريب، لكنه أشار أنه لا يزال هنالك مجال للحوار مع الولايات المتحدة. وترأس كيم اجتماعا استمر ل4 أيام مع كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم هذا الأسبوع وسط توتر متصاعد مع واشنطن التي لم تستجب لدعواته المتكررة إلى تقديم تنازلات من أجل العودة إلى التفاوض. وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن نتائج الاجتماع بأن كيم قال أنه لا توجد أسباب تجعل كوريا الشمالية ملتزمة بعد الآن بتعليق أعلنته لتجارب القنابل النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيكون أمرا مخيبا جدا للآمال أن يتراجع كيم بوعوده بالتخلي عن السلاح النووي، معربا عن أمله في أن يختار كيم السلام والرخاء بدلا من الصراع والحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقة جيدة تربطه بالزعيم الكوري الشمالي وأنه يعتقد أن كيم سيلتزم بوعده. أعلنت رئيسة بوليفيا بالوكالة جانين إينيز طرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين إسبانيين في تصعيد لخلاف دبلوماسي بسبب محاولة مفترضة لتهريب مسؤول حكومي سابق. ويأتي القرار بعدما اتهمت بوليفيا موظف السفارة الإسبانية بمحاولة الدخول خلسة وبشكل سري للممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز مع مجموعة من الرجال الملثمين لإخراج مساعد سابق للرئيس السابق إيفو موراليس مطلوب لدى السلطات وهو ما نفته مدريد.
ويتهم موراليس الذي استقال في نوفمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات بسبب إعادة انتخابه المثيرة للجدل بنشر الفتنة والإرهاب حيث يعيش في منفاه بالأرجنتين. وأصبحت السفارة المكسيكية في لاباز محور خلاف دبلوماسي بعد لجوء نحو 9 من وزراء موراليس السابقين إليها. من جهة أخرى أكدت إسبانيا والمكسيك أن الحادث وقع عندما قامت بوريغيورو بزيارة قصيرة للسفيرة المكسيكية، وأصدرت مدريد بيان نفت فيه بشدة الاتهام. الخبر الأخير: احتفلت عواصم العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2020 وكلا على طريقته الخاصة. فقد أعطت سيدني إشارة الانطلاق بعرض هائل للألعاب النارية لتصبح أول مدينة تدخل العقد الجديد رغم سحاب الدخان سامة تخيم عليها جراء حرائق تلتهم مساحات كبرى في أستراليا. وفي باريس تجمع عشرات الآلاف للاحتفال بالعام الجديد وشاهدوا عرضا ضوئيا عند قوس النصر مصحوبا بتأثيرات صوتية. وفي لندن دقت ساعة بيج بن عند منتصف الليل بعد أن كانت صامتة مدة طويلة بسبب أعمال الصيانة، وأطلقت ألعاب نارية على ضفتي نهر التايمز. أما في دبي فتجمع الآلاف في محيط برج خليفة أطول مبنى في العالم، ووعد منظمو الاحتفال بعرض ساحر شامل رسوما ضوئية على واجهة البرج مصحوبة بتأثيرات صوتية، بينما عملت نافورة دبي في أسفل البرج على تقديم أطول عرض مائي راقص. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.